كيفاش نشريه؟ تنعت المغاربه بحمير وتنعتهم بالميكروبات. هل هذا مستوى وزير حكومه سابقه ورئيسها؟ هل هذا مستوى سياسي؟ هل هذا مستوى رجل مناضل لقضايا الشعب؟ هل هذا مستوى رجل ينتمي إلى حزب إسلامي؟ هل هذا مستوى رجل تلقى التهنئة من ملك دولة؟ هل هذا مستوى رجل بلغ 60 من عمره وجاوزها؟ صراحة هذا لا يليق بأي مستوى من المستويات ولا نقبله. ولكن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ماشي تنقولوا بأن الذي أتنا بهذا النبأ أنه سب المغاربة بالكيران أنه فاسق، لا، وإنما الأصل في من ينقل الأخبار ليحرش ويحرض بين المؤمنين والمسلمين، هذا الأصل فيه الفسق، لأننا مأمورين بالستر ولأننا مأمورين بدرء المفاسد وماشي بالشعير العوافي اللي كيلاقي السلوكه. هذا الأصل فيه هو النفاق. هذا واحد. ثانيا خلينا نديروا ما قال لنا ربي، نتبينوا. سي بن كيران كان تيتكلم على واحد الطائفة التي لا تهتم بأمر فلسطين ولا تريد من المغاربة أن يهتموا بأمر فلسطين ولا تريد من المغاربة أن يهتموا بأمر المسلمين، فواجههم بهذا اللفظ: وإن كنا نتحفظ عن أن ننعث من يخالفنا بالحمير، وخصوصا على الملأ وأمام الناس، فهذا يتعلم منه الناس سوء الأخلاق، خصوصا من رجل قيادي زعيم. لا نقبل هذا. ولكن هو في الحقيقة ما سب كل المغاربة وما وجه كلامه للمغاربة، وإنما وجه كلامه لمن يستغل القضايا الوطنية لمحو القضايا الإسلامية، وهما لا ينفكان. فهذا هو المضمون. لكن انت باش تجي تبغي تدافع على راسك تبقى فيك الحال وتهز واحد الطرف من التصريح وتمشي تنشر وتقول ها هو كيسب المغاربه، ويتساقوا واحد مجموعه من المثقفين يا حسره والممثلين وبداو يكتبوا في المنشورات ويسخروا الاقلام ديالهم. انا ما عرفتش فين كانوا من رئيس الحكومه السابق ولا الحالي اللي هو السي عزيز لما قال خصنا شي وحدين تعاودوا لهم الترابيه. علاش ما داروش معاه نفس الخدمه؟ لانه كان تيقصد واحد المجموعه، واحد الفئه في المجتمع اللي هي مسخه، اللي هي ما مربياش، اللي خصنا نعاودوا لها الترابيه. اذا هو ما كانش يقصد المغاربه كاملين. هذاك السي عزيز اخي علاش حسنتوا به الظن وحملتوه على محمل حسن وما درتوش عليه التشويش وجيتوا عند الكيران ودرتوا التشويش؟ اذا الكيل بمكيالين لا يكيل، ما كيتوزنش. ومن اكل على مائدتين اختنق. تبغي تاكل هنا وتاكل هنا غتوحل لك الحبيب. والله المستعان. الله يهديكم. تثبتوا، تريتي ولا تتصنعي. السلام عليكم.